بسم الله الرحمن الرحيم. هنيئا للمملكة المغربية لفوزها برئاسة مجلس حقوق الإنسان، لأن المغرب حقق خطوات متميزة في هذا المجال، تمثل في إنهاء ملف المعتقلين السياسيين والعطف على السجناء الحق العام من المعاقين والمرضى والعجزة والشيوخ وذوي الحاجات الخاصة، وتنصيب مجلس المستشارين لحقوق الإنسان، وإحداث لجنة الإنصاف والمصالحة لجبر أضرار المتضررين. وفوق كل هذا وذاك العمل الدؤوب من أجل إرساء ثقافة جديدة لحقوق الإنسان في مجال صياغة القوانين وممارستها. وقال جلالته في خطابه السامي يوم 10 دجنبر 2002 متشددا على ضرورة انخراط كل القوى البلاد الحية في هذه المسيرة الحقوقية بالتأصيل الفاعل للشباب وترسيخ الديمقراطية. وقال جلالته: لقد أكدنا مرارا أن لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، وأن الديمقراطية طريق شاق وطويل، وليست ميدانا صوريا لحرب المواقع، بل هي مواطنة ملتزمة وممارسة لا محيد عنها لحسن تدبير الشأن العام ولا سيما المحلي منه، ولا يمكن تحصينها إلا بترسيخ ثقافة المواطنة بالأحزاب السياسية والهيئات المجتمع المدني وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في واقعهم اليومي. وعلى هذا الأساس أصبح تحديد الثقافة الديمقراطية والحقوقية وترسيخ سلوكيتها في المجتمع شأناً اجتماعياً وتربوياً يحول الممارسات في مستوى التبعية السلبية إلى مستوى المساهمة الفاعلة، حيث يشارك الشباب في ضوئها في الحياة العامة وفق قواعد الحرية الهادفة والمسؤولة، كما يساهم أيضا في بلورة المعاني السامية للمواطنة المسؤولة وغرس قيمها المثلى في الوجدان. وقال جلالته كذلك: إن القرن المقبل سيعزز الاختيار الديمقراطي الذي نحرص باستمرار على ترسيخه في الفكر والممارسة حتى يصبح من المكونات ذاتية الأفراد والجماعات بكل ما يقتضيه ذلك من حرية ومسؤولية. وشكرا والسلام عليكم.